السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين. مساء الرضا والسعادة عليكم يا رب. النهاردة هعمل معاكم أكلة لذيذة وظريفة ورخيصة وكل حاجة جميلة. هعمل معاكم قرنبيط، طبعا قرنبيط مالي السوق وبسعر رخيص والحمد لله. طيب هنعمل المقادير ايه بقى يا ستي؟ دي انا كنت جايبة قرنبيطة وسلقتها، بس استخدمت نصها وشلت الباقي. طب ينفع اشيل الباقي؟ ينفع تشيل الباقي بس من غير اي ميه، وكيس من بتوع التلاجة واربطه كويس واخرج الهواء اللي فيه واحطه في الفريزر ويقعد معايا مفيش اي مشكله. طب ولما اجي اخرجه احطه في مصفى عشان ينزل الميه اللي فيه وبعدين استعمله. تمام اهو، دي نص القرنبيطه كنت مستعملها قبل كده، فدي النص القرنبيطه التانية. طيب معايا بقيه المقادير ايه؟ معايا 3 بيضات، وكل ما تزودي كل ما يبقى اجمل. انا معايا 3 بيضات على قد المقدار اللي انا هستعمله. انا مش هاخد بقيه القرنبيط ده كله على فكره، يعني هاخد جزء منها بس، لكن البيض بيبقى جميل جدا جدا في الوصفة دي. طيب دول 3 بيضات. معايا خضرة عبارة عن شبت وكزبرة، ومعايا توابل عبارة عن ايه؟ طبعا التوم اساسي في الوصفة دي. طبعا انتوا عارفين التوم جميل جدا جدا مع القرنبيط وما ينفعش تعمليه من غيره. عملت راس توم صغيرة، هرستها هرسي ناعم جدا، ومعايا معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة والملح حسب الكمية. لو كتير هتزودي، لو قليل هتقللي. تمام. ونخلي بالنا واحنا بنحط الملح، نحط ملح بسيط، ولما نزود مفيش مشكلة، احسن ما يبقى كتير ومش هنعرف نقلله. ومعايا 3 معالق من النشا، دي اساسي برضو. ومعايا 3 معالق من الدقيق، هنزل بيه الدقيق واحده واحده، بس هحط طبعا النشا وبعد كده اكمل بالدقيق عشان يديله قرمشه وهشاشه كده. وهتشوفوا طبعا الوصفه وانا بعملها وانا بقليها حاجه كده في منتهى الجمال. طيب ال3 بيضات دول هنضربهم كويس جدا جدا لغايه بس ما نفكهم من بعض. انا مش عايزه هشاشه في البيض خالص، انا مجرد بس ان انا افكهم من بعض. انا بس فصلت الكاميرا في الحته دي لاني كان في حته بقدونس وقعت فانا بشيلها. كده بضرب البيض ضرب كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيه حتت ولا حاجه، يفكوا من بعضه. وهنزل بالتوابل بتاعتي لان كده كده برضو هقلب كويس تاني عشان الملح بس يدوب مع البيض. اهو انا نزلت بالثوم وبقيه التوابل بتاعتي، والملح كان مناسب جدا جدا على المقدار ده. القرنبيط ممكن تجيبي زهرة كبيرة وتقطعيها وتسلقيها، لو انتي مش عايزة تستعمليها دلوقتي تشيليها في الفريزر ما يحصلهاش اي حاجة. ممكن تعمليها على اكياس ما بيحصلهاش اي حاجة كأنك لسه جايباها، بس اهم حاجة تخرجي الهواء من الكيس و... ولما تيجي تخرجيه هتستعمليه تحطيه في مصفى عشان ينزل المية بتاعته. طبعا انا كنت قطعت القرنبيط قبل ما ابتدي الفيديو معاكم، لان انا كنت شايلاه زهرات كبيرة، قطعته حتت صغيرة. وممكن لو عندك هراسة من بتاعة البطاطس هتهرسيه ويبقى أفضل وأحسن. فأنا ما عنديش الهراسة بصراحة، فقطعته حتت صغيرة زي ما أنا بوريكي كده بالسكينة. أنا مش عايزة القرنبيط تبان في الوصفة، أفضل حاجة ليها إن هي تتهرس هرس ناعم. تمام كده حبايب قلبي. أنا طبعا قلبت كله مع بعضه كده، دوبت الملح مع الكمون مع الكزبرة، وطبعا الكزبرة كنت منعماها قوي قوي وعملتها مع البيض. كله ده كان مع بعض، ونزلت كده بالثلاث معالق بتوع النشا. وطبعا برضو هقلب كويس قوي قوي عشان مش عايزه كتر ولا عايزه دقيق يبقى باين. ونزلت بنص الدقيق اقلب واشوف القوام بتاعي ده، لو احتاجته هاخده كله. انا بصراحه ما احتاجتوش كله، معلش الدقيق كان عمال يتنطر مني لاني كنت بقلب بحماس شويه فتنطر مني شويه دقيق. نضفتهم ورجعت لكم تاني، وانا بقول لكم ان انا اخدت بقيه الدقيق، فاضل بس حوالي اقل من نص معلقه كمان. ده كان القوام المناسب بالنسبه لي. قلبت كويس قوي، وما كانش فيه اي حاجه متكتله في قلب الطبق بتاعي. تمام. بعد كده هنزل بالقرنبيط اهو، هاخد حوالي نص الكمية، وممكن اشيله في الفريزر تاني. اعمله بس لو حبيت اعمله ممكن اعمله عجة، اعمله في صينية وادخله الفرن، اعمله بالطريقة دي. بس لكن ما ينفعش بقى ان انا اعمله زي الزهرات كده حتت كبيرة لان انا خلاص هرسته يعني. تمام يا حبايب قلبي، شايفين كده؟ بص انا اديته هرسة كمان بالمضرب. يعني انا كنت مقطعاه وكان قطع صغيرة، بس اديته ازيد بالمضرب كده، حاجة بسيطة، هرسة بسيطة كده يعني. تمام. وبقلبه كده عشان كله يتجانس مع بعض. انا بقول لكم كل حاجه تفصيليا عشان تطلع الوصفه زي ما انا عملتها بالظبط، بنفس الطعم ونفس الريحه عشان تطلع وتبقوا راضيين عنها. اهو انا بوريكم القوام اهو. وهنزل طبعا بنص كميه الخضره، الخضره المناسبه بالنسبه لك على قد المقدار بتاعك. انا الكوبايه دي اخدت منها حوالي نصها وكان مناسب بالنسبه لي جدا.
اهو اديته تقليبه تاني برضو عشان الخضره تتجانس مع بقيه المقدار بتاعي. وطبعا كنت معلقه طاسه على النار فيها زيت، مش معليه النار قوي، يا دوبك نار متوسطه عشان بس القرنبيط بتاعي يستوي وما ياخدش لون ويتحرق بسرعه. اهو النار متوسطه. وطبعا هعمل القرصه بتاعتي، شفتوا زي ما بتعملوا كده الطعميه، قرص الطعميه او العجه بتاعت الطعميه بالظبط، هو نفس الطريقه بالظبط. بنزل بالمعلقه اللي انا وريتها لكم ده كده، وبحاول اساوي القرص القرنبيط بتاعي عشان يطلع شكله متساوي وما يبقاش منفوخ قوي، ويبقى عشان يديني قرمشه. تمام. انا نزلت على حسب الطاسه بتاعتي، ما بخليهاش مزنقه عشان ما يمسكوش كده في بعض يعني. اهو اقراص اهي. الطاسه بتاعتي اخدت حوالي 4 اقراص، وانزل بكل يعني كل معلقه كده واديها تسويه عشان تبقى شكلها ظريف بعد ما تتحمر. طبعا ما باجيش جنبها خالص غير ما بحس ان الناحيه اللي انا حطيت عليها يا دوبك اخدت لون، يا دوبك تصفر كده، اروح قلبها على الناحيه التانية واقعد اقلبه من وقت للتاني، مش بسيبه، مش مجرد ان انا انزله وخلاص واسيبه، لا، واديله تقليبه من وقت للتاني عشان يستوي، اتاكد ان هو استوى من جوه ما يبقاش معجن ومن بره متحمر. على فكره الكاميرا ظلماه، والله كان لونه في الوقت ده لونه حلو جدا جدا، وريحته كانت قلب المطبخ. يا ريتكم كنتوا معايا شميتوا الريحه ولا دقتوا الطعم. شايفين الشكل عامل ازاي؟ والله العظيم كان مقرمش جدا وفي منتهى الروعه، الشكل بيعبر عن نفسه. امشي بالوصفات، امشي بالدقه اللي انا قلتها، بالتكات اللي انا قلتها، هيطلع منك احلى ما انا عملته كمان. من بره كان مقرمش قوي قوي، النشا بتديله قرمشه، والدقيق بيديله طراوه، والبيض بيديله هشاشه، وطبعا التوم والكمون والحاجات دي كلها انتوا عارفين بتدي طعم هايل هايل هايل. الطريقه دي والدتي اللي كانت معلماها، الله معلمانا الله يرحمها، ومن ساعتها وانا معتمداها. طريقة جميلة جدا جدا ومش هتلاقي اجمل من كده. كده وصلت معاكم لنهاية الفيديو، بتمنى منكم الدعم واللايك، ولأول مرة تتفرج على القناة يعمل اشتراك على كله عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. وحبايبي اخواتي اللي معايا على القناة يعملوا لايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.